السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما خاصكم حتى خير. اليوم نشارك معكم طريقه ديالي باش كنحضر المطلوع في المقله بالسميده الرقيقه. كيجي في المذاق خطير، رطب وبنين وواعر وسهل في التحضير ديالو. التحضير هذا المطلوع كنجيبوا 2 جباب نعامرين ديال السميده رقيقه او سيمولينو بالنسبه للبنات اللي في ايطاليا. كنزيدوا عليهم واحد الملعقه كبيره ديال السكر حبيبات او ملعقه ديال العسل، وكنضيفوا ملعقه اخرى ديال خميره الخبز و4 ملاعق ديال زيت الزيتون. هاد زيت الزيتون تعطيه طراوه اكثر لهذا المطلوع ديال السميده. صافي غادي نجيبوا جبانيه وربع ديال الماء دافي، نفس جبانيه باش عبرنا السميده الرقيقه او سيمولينو. كنخلطهم بحال هكا وغادي نغطيهم ونخليهم على جنب تشرب مزيان السميده ديالي هاد الماء والخميره والسكر، ومن بعد نرجع باش نكمل معكم الطريقه والتفاصيل كامله. دازت واحد ربع ساعه تقريبا، تشربات ليا هذيك السميده، ما بقاش يبان لا ما لا والو من الفوق. دابا غنزيد ليها الدقيق او الفارينه، وبالنسبه للبنات اللي في ايطاليا هي فارينه تينيرا او زيرو يا صفر يا جوج اصفار. بالنسبه للمغرب هي الفارينه العاديه او فارينه اللي كنديروا بها حتى الحلويات، المهم ديال جميع الاستعمالات. كنزيد الجبانيه الاولانيه، وهنا على حسب النوعيه ديال السميده واش كتشرب ولا لا. انا خدات ليا شي جبانيه ونص ديال الفارينه او ديال الدقيق الابيض. صافي كنحاول نزيد الدقيق، انا زدتو بشويه بشويه، وكان عينك ميزانك. المهم هي العجينه كتبقى رطبه رخوه ورهيفه، يعني رطبه بزاف، ولكن في الاخر ما كتلصقش. المهم بقاو معايا باش تشوفوا. بعد ما ساليت ديك جبانيه ونص ديال الدقيق الابيض، غنحاول نعجنها شويه، ندلكها غير شي 2 ولا 3 دقائق، ماشي غادي نبقى ندلك فيها، ما تحتاج. صافي الرطوبيه هي هكا، راه كتجي رطبه ولكن ما كتبقاش تلصق في الاخير كما قلت لكم. انتم شفتوا كنهزها كتلصق ليا في يدي، ولكن ما كتلصقش في يعني مجموعه رغم ذلك، واخا رطبه ولكن مجموعه. صافي دابا غادي ندير لها شويه زيت الزيتون، وغادي نغطي هاد الجبانيه هادي ديالي وغنخليها يتضاعف الحجم ديالها. انا كندير لها ديما اي خبز درت كنحاول ندير عليها طبقه ديال زيت الزيتون، وكنخلي اصلا زيت الزيتون يعطي طراوه للخبز بصفه عامه. غادي نغطيها وغنخليها يتضاعف الحجم ديالها كما قلت لكم قبيله، وغادي نرجع من بعد نكمل معكم المطلوع ديالنا. صافي دابا بعد ما فات واحد المده زمنيه بان لي تضاعف الحجم ديال الخبز ديالنا، غادي ندهن يديا بشويه ديال زيت الزيتون، واصلا ما بقاش يتلاصق دابا في هذه المرحله. وغادي نحاول غير يعني نضربو شويه نضربو سمحوا لي، يعني نحاول نخوي منه شويه ديال الهواء اللي تيكون لداخل. وغادي نبقى نقطع خبيزات، يعني انا عطاني هنا 4 ديال المطلوعات ولكن كبار، وهنا كيبقى على حسب الذوق، ممكن ديروهم صغار ممكن ديروهم كبار اللي بغيتو. انا درتهم شويه كبار وصافي. وغادي نديرهم بحال هكا، نكورهم ونعاود نخليهم يستراحوا شويه، واحد 10 حتى 15 دقيقه على حسب حتى المكان فين كتعجنوا، واش دافي ولا بارد بزاف. كنغطيوها. انا هنا كنصاوبهم في السميده الرقيقه، دائما في السميده الرقيقه. صافي عطاتني 4، كنخليهم يستراحوا شويه، ومن بعد غنجي نقرصهم معاكم. هنا غادي نقرص الخبيزات ديالي بعد ما بانوا ليا انتفخوا، كنقرصهم بشويه ديال السميده، وغادي نخليهم يعاودوا يستراحوا شويه او يختمروا شويه، واحد 10 15 دقيقه على حسب دائما الجو كما قلت لكم. صافي بالنسبه للسمك ديال ما تغلظوهمش بزاف، غير شويه بحال هكا فقط، لان من بعد فاش غادي نبغيو نطيبوهم في المقله غادي يزيدوا ينتفخوا. صافي غادي نقادهم ب4
وغنخليهم يختمروا. فاش يختمروا كندير المقله كتسخن مزيان، هذه نصيحه ضروري تكون المقله سخنات مزيان. ومن بعد غنضرب ليها واحد الدهنه الزيت المقله وكنحط الخبزه ديالي الاولانيه، وفي اثناء انها كطيب من التحت كنحاول نعطي لها واحد الدهنه واحد اللمعه ديال زيت الزيتون من الفوق، على بال ما بان ليا كطلع كتبقى تبان لكم الخبزه راه كطلع كتنتفخ بحال هكا. وغادي نقلبها باش طيب على الجهه الاخرى، وغنستمر على هكا وتتكون المقله مهيله. بعد ما كيسخن المقله مزيان ونرمي الخبزه كنديرها بين وبين البوطه، ما كنخليهاش يعني مجهده، والا غادي تحرق لينا الخبز وما غيطيبش من الداخل. ملي كتسخن المقله كنقصوها بين وبين وكنطيبوا المطلوع ديالنا. كيجي هائل، تيجي منفوخ ومفشفش ورطب، وحيت كنديروه بالسميده كيجي بنين. المهم نتمنى هذا المطلوع اللي شاركت معكم تجربوه، وإلا عجبكم بطبيعة الحال تخليوا لي واحد اللايك وتعليق زوين باش تحفزوني وتشجعوني. وهذا ما كاين. بسلام عليكم وربي يكون يعاون حتى الفيديو قادم ووصفة أخرى إن شاء الله.